ان البهارات دي ابتكار، ما هي الا تيست وريحه. انا بخترع حاجه حلوه عجباني انا بعملها، ما يزعلنيش الشيف قال ايه او احمد نفسه قال ايه او شيخ العطارين نفسه قال ايه. لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بك في محل شيخ العطارين، قناه العشاب الصغير. النهارده معانا اصغر عطاره في مصر. اسمك ايه؟ خديجه. خديجه معانا النهارده هتقول لنا خلطه 7 بهارات. خلطه السبع بهارات. خلطة السبع بهارات من أشهر البهارات اللي موجودة في جميع المطابخ، بس بتختلف من مكان لمكان. في ناس بتقول عليها السبع، في ناس بتقول عليها ال10، في ناس بتقول عليها ال11، وفي أكتر من كده. يعني احنا بنعملناها أكتر من مرة في المحل معانا هنا، وصلت لحد 28 و30 نوع من أنواع البهار. لكن الدارج أو الأشهر هنقوله معانا وهتقولوا لنا خديجة. تعالوا بقى نقول هي قالت إيه. فلفل اسود، كزبرة، طماطم، حبهان، قرنفل، كمون، قرفة، جوز الطيب، زرار. ورجعنا تاني عشان نعمل البهارات تبقى كاملة، وهنسيب المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. الكمون، القرفة العود أو الكسر، الفلفل الأسود، وممكن أضيف معاه الفلفل الأبيض، الكزبرة، كباب الصيني، حبهان، زر الورد، جوز الطيب على حسب الرغبة، القرنفل وعرق الدهب، وهنضيف معانا الزنجبيل والخلنجان. ده الزنجبيل الحصى بيبقى بالشكل ده، والخلنجان بيبقى بالشكل ده. ورق اللوري اللي عليه مشاكل، عملت تعقيب على اكتر من فيديو ولقيتهم حاطين ورق قرفة، وده عشان طبعا هو ملوش استخدام فبينزلوه بأسد الاسعار وبيخلطوه مع ورق اللوري، ودي مشكلة كبيرة. الشمر واليانسون النجمي، ولو مش موجود اليانسون النجمي، الشمر بيدي نفس الريحة ونفس التيست بتاعه، والزعتر والروزماري. كده احنا ممكن نكون عملنا التركيبة كاملة بتاعة السبع بهارات. هنقول المقادير بتاعتها في صندوق الوصف، سواء الصغيرة او الكبيرة. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما عملنا خلطة السبع بهارات بس بأقل الأنواع. انا هضيف الفيديوهين على بعض، اللي هو الفيديو الكبير بالمكونات الكبيره والفيديو الصغير. طيب احنا عملنا النهارده الفلفل الاسود والكزبره والقرفه وجوز الطيب. المحتويات دي كلها بتختلف من مكان لمكان. لو جينا نبص على اليوتيوب مثلا او على السيرش على جوجل او كده، هنلاقي كل شيف عامل بهارات مختلفه. يعني اللي حاطط مثلا الفلفل الاسود والكزبره والكمون والكباب الصيني وخلاص، وفي حد بيضيف جوز الطيب، في حد ما بيضيفش القرنفل، في حد ما بيضيفش زر ورد. هي بتختلف من مكان لمكان او من مطبخ لمطبخ. طيب خلاصة الكلام كله ان السبع بهارات دي هوائية. لو انا مثلا عاوز اعملها للحوم بزود اسودات، يبقى فلفل اسود والكباب الصيني، القرنفل، القرفة، زر الورد، وشوية الحبان، بس خلاص. طيب لو انا عاوز اعملها فواتح، هزود لها كزبرة وازود لها كمون. طيب انا لو عاوز اعملها استخدم لها فراخ، هزود لها روزماري والزعتر. زي ما قلنا في فيديو من 3-4 حلقات ان البهارات دي ابتكار، ما هي الا تيست وريحه. انا بخترع حاجه حلوه عجباني انا بعملها، ما يزعلنيش الشيف قال ايه او احمد نفسه قال ايه او شيخ العطارين نفسه قال ايه. لا، انا زي ما قلنا ان في تيست انا بعمله بيطلع حلو، مش لازم امشي على تجارب الناس، بالعكس انا لازم اكون مخترع زي ما انا عاوز. احنا كده عملنا السبع بهارات بالمقاسات اللي هي الصغيره، وهنسال بقى خديجه هتعمل لنا ايه الحلقه الجايه. تعمل لنا ايه الحلقه الجايه خديجه؟ هتعمل لنا بهارات البانيه. انتظرونا في الحلقه الجايه وهنعمل خلطه البانيه. اشوفكم على خير مع العشاب الصغير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظرونا الحلقه الجايه ان شاء الله مع خديجه في حلقات البانيه. حلقات البانيه. السلام عليكم.